السلام عليكم حبوباتي، كنتمنى تكونوا في صحه جيده. ورجعنا لكم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله في قناتي وقناتكم وصفات تسنيم السوسيه. غنقدم معكم ان شاء الله هذا النهار لاباط فيتي اولا العجينه المورقه اللي كنديروها في عده استعمالات. كنديروها في لي شنيك، كنديروها في لي كرواسون، كنديروها يعني في بزاف ديال الحوايج. يعني غادي نقدمها معكم من الالف الى الياء. يعني وحنا مقبلين على شهر رمضان ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. غادي نقدمها معكم كما قلت لكم. يعني معايا اخوات في لاشين، يعني ما كيكونوا خدامين معايا، استاذات ما شاء الله، كاينين طبيبات، كاينين شحال ديال الاخوات كيكونوا في العمل النهار كامل، ومني كيجيو في العشيه كيبغيو يصيبوا داكشي منزلي، ما كيبغيوش ياخذوا حاجه من على برا. يعني وقالوا لي ديري معنا لاباط فيوتي ان شاء الله. كنحتاجوا الكيلو ديال الدقيق، يعني الدقيق دائما النوعيه الممتازه. غندير معكم ان شاء الله كيلو نتاع الدقيق. كيلو ديال الدقيق كنحتاجو فيه 7 غرام ديال الملحه، يعني غير دائما لتصحيح الذوق. ها هي درتها معكم. وكنحتاج كذلك حيت لاباط فيها جوج اشكال. كاينه العجينه اللي كنديروا بها الحلو، اللي كنديروا بها لي كرواسون، كنديروا بها لي شنيك حلوين وكنديروها. وكاينه المالحه حتى هي غادي نعجنها. الفرق ما بين هذه وهذه غير هذه كنديروا فيها السكر، والثانيه ما كنديروش فيها السكر، اللي كنخدموا بها لي شوسون، اللي كنخدموا بها الملح بصفه عامه. وكنحتاجوا 45 غرام ديال السكر حبيبات، ما يعادل 2 معالق كبارين مملوئين، يعني غير باش كتجينا لاباط ديالنا حلوه، ما كتجيناش مالحه اولا شي حاجه. كنحتاجوا كما قلت لكم السكر حبيبات. وكنزيد فيها الصراحه انا في العجينه باش كتجينا تماما بحال ديال المخابز الكبرى. كندير فيها 100 غرام في العجينه، ماشي في التورق، 100 غرام ديال الزبده النباتيه. يعني كندير فيها الزبده النوعيه الممتازه في العجينه، باش ملي كناكلوها كتعطيها اولا كتعطيها ديك القرمشه، وثانيا كتجي لوغو ديالها بنين. وخلاص كنستعملوا الزبده ديال التورق، كل واحد كيستعمل النوعيه اللي كيبغي. ولكن انا هاد 100 غرام اللي غادي نديرها في العجينه راه غنقصها ان شاء الله في العجينه في هذه في الزبده ديال التورق. وعلى بركه الله غادي نخدموا. بالنسبه للماء، حيت لا فارين كيختلف من دقيق لدقيق، كاين اللي كيتشرب كاين اللي ما كيتشربش. الماء ما غاديش نقدر نعطيكم العبار. وها نتوما معايا كي غادي تكون الطريقه ديال العجينه ديالها. غادي ندوزو باش نعجنوها. صافي غير كنخلطوا داك، ما كنديروا فيها لا خميره لا حتى حاجه. هيا كما قلت لكم ديك 100 غرام ديال الزبده النباتيه النوعيه الجيده كنخلطها فيها شويه. ما كان نخلطهاش حتى كتولي لي بحال العجينه المرمله، لا، يعني غير كنخلطها غير شويه هكا. غادي ندير الكاس الاول ديال الماء. بسم الله. انا عندي هذا الكاس كيهز لي 2 كيسان د العنبه، يعني وراه ما كتحتاجش العجن، راه ما كنعجنوها ما كندلكوها ما حتى حاجه. ان فوا كنعجنوها صافي غير كتجمع لنا المكونات مع بعضياتهم صافي، وكنخليوها باش ترتاح لينا ان شاء الله. انا غادي ندير النص ديال الكاس الثاني. ها هي العجينه ديالي من بعد غير ما جمعتها، راه ما دلكتهاش، نتوما راه كتشوفوا الدقيق باقي فيها. بالنسبه لكميه الماء اللي دخلت ليا، راه دخلت ليا 3 د الكيسان تقريبا ونص اللي دخلت ليا ديال العنبه. كما قلت لكم حيت الدقيق كيختلف من دقيق لدقيق. صافي دابا راه غير غنجمع العجينه ديالي شويه ونخليها ترومبوزا تقريبا واحد نص ساعه الماء كامل ونرجع معكم. وبالنسبه لهاد العجينه راه كاين اللي كيصيبها وكيدير منها لي كرواسون ديالو كيخليهم في المجمد. يعني غادي ندير معكم غير واحد شويه. ومني اللي كيكون خدام راه مني كيبغي يمشي لخدمته كيهزهم وكيخليهم حتى كيجي كيلقاهم صافي تلقوا غير كيحطهم في الفران فقط. وها هي كتاكلي واحد الحاجه ديال صنع منزلي، عارفه شنو درتي فيها. بالنسبه ها هي العجينه ديالتي منين جمعتها غنخليها كما قلت لكم
واحد الساعه المكانه، بوزه واحد الساعه المكانه ونرجع معكم ان شاء الله. هاي راه ما نديرها لا في الثلاجه لا في حتى حاجه، غنخليها غير فوق سطح العامل غير ترتاح ونحنا معكم ان شاء الله. وحنا رجعنا معكم في هذه الاثناء باش نطلقوا الزبده ديالتنا. يعني الزبده خصها تكون بحراره المطبخ، يعني ما كتكونش في الثلاجه حيت كتعذبنا الا جينا نورقوا. دائما كنكونوا حاطينها في سميتو. كنحتاجوا الورق ديال الزبده. بالنسبه في هذه الاثناء غنحيد انا ديك 100 غرام اللي كنت زدت في العجينه، غادي نحيدها في هذه الاثناء هذه، غنعبرها وغنحيدها ان شاء الله. نزيد نقص. وحنا رجعنا معكم بعد ما خلينا العجينه ديالتنا ارتاحت نص ساعه المكانه. وها هي ديك الزبده ديالتنا قديناها على الطريقه هذه باش كتجينا الصراحه سهله. صافي في هذه الاثناء كنحتاجوا شويه ديال لافارين، صافي وكندلكو العجينه ديالتنا بالثلاجه. يعني هانتوما كتشوفوا من بعد ما خليتها ترتاح، يعني راه كتجينا سهله في الخدمه. واللي جاه هاد القوام ديال هاد العجينه هادي انه يدير كيلو ديال الدقيق ما يعادل 10 الكيسان د العنبه، راه يقد يدير غير نص كيلو ديال الدقيق ما يعادل 5 الكيسان د العنبه، ويدير معاها غير 250 غرام ديال الزبده ديال التوراق. وها هي العجينه ديالنا هانتوما كتشوفوا من بعد ما طلقتها كامله. غادي نشدو ديك الزبده ديالنا هانتوما، راها ساهله كتجي الصراحه. هاد الطريقه كتجينا عمليه بزاف. كنحطها في النص وفي هاد الاثناء هذه غادي نديروا لها على شكل ملويه. هانتوما كنهز النص الاول ودائما كنثبتو بيديا وكنلصق هاد الجوانب هادو. هانتوما كي كتشوفوا وحنا كما قلنا لكم يعني راه كنديروا لها بحال شكل الملويه. ها هو النص، وهي بعد ما ردينا الطرف الاول كنديروا فيها بحال الشكل الملوي. غادي نهزوا الطرف الثاني وغادي نثبتوه بهذا الشكل هذا، يعني راه كنكحزوه حتى الجوانب. ها هي غنعاودو نديروا لها هكا دائما كما كنقول لكم على الطريقه ديال الملوي. كنجيبوا الاخرى هكا باش كنبقاو عاقلين دائما على الشكل ديال ليتور اللي درنا. يعني كنجيبوا هذه هنا هكا، يعني كي تتبقى الخويه من الفوق والخويه من التحت، والطويه كتجينا دائما من هاد البلاصه هذه. ها هي في هاد الاثناء، راه في هاد الاثناء ما غاديش نخليها ترتاح، غادي ندير ليها التور الاول حيت هذا ما كيتسماش اللي درنا دابا ما كيتسماش التور. هذاك اللي كيتسمى تور سامبل. دابا عاد غادي ندير لها نورقها المره الاولى ونخليها ترتاح ديك الساعه نص ساعه المكانه. هانتوما شفتوا راه الزبده ديالتنا ما كتخرج. بالنسبه للعجينه راه الا جاتكم كثيره راه كتهبطوها غير على الحاشيه ديال الكوزينه، كتخليوها مدليه، راه ما كتخافوا من حتى حاجه باش تزيدوا تورقوا العجينه ديالكم. حيت شحال ما طلقتوها وجات رقيقه، يعني باش منين بدا نديروا لي تور ديالنا راه كتجينا احسن.
هاد الاتنه غنجرها هانتوما كتشوفوا. راه كتحكموا في العجينه كما بغيتو. ملي كتكون العجينه ديالكم بقوام جيد والزبده مقاده فيها ما كتخافوش. هانتوما كتشوفوا شحال من مره طلقتها. وهي العجينه ديالي هانتوما كما كتشوفوا راه ورقتها مزيان. هانتوما راه ملي كتكون كما قلت لكم القوام ديالها جيد. ها انا في هذا الاثناء غادي نجمعها معكم. وعاد في هذا الاثناء حيت يلاه درنا تو سامبل يلاه غادي نجمعها ونخليها نص هاد المكانه ان شاء الله في الثلاجه ونرجعوا معكم. نتوما كما كتشوفوا هيا تنيتها الثنيه الاولى غادي نعاود نتنيها الثنيه الثانيه. هاهي شفتوا كما قلت لكم ديك الثنيه دائما كتكون على يدينا اليمين. كنعاودوا نتنيو هاد الساعه ما كنتنيوش مازال على 4 دائما غادي نتنيو دابا غير على 3. ها هما دوك التنيات كاملين جاونا على هاد الجانب باش غادي نعرفوا اننا غير تور واحد باش نبقاو دائما عاقلين. غندير غير صبعي هكا نديرها في كيس بلاستيكي وغنخليها في الثلاجه مده نص ساعه المكانه ونرجع. وهنا رجعت معكم بعد ما خليت العجينه ديالي نص ساعه وهي كترتاح في الثلاجه. يعني شحال ما خليناها في الثلاجه وكتشد العجينه راسها راها كتساعدنا في الخدمه. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف. وهي العجينه بعد ما طلقتها ها هي كتشوفوها نعاود نتنيها. تنيناها عاوتاني الثنيه الاولى غادي نتنيوها عاوتاني الثنيه الثانيه. هيا غادي نعاود نتنيه. هاد المره غادي نتنيه ان شاء الله على 4. ها هي كما قلت لكم دائما هذيك البلاصه اللي كتكون كنديروه على شكل كتاب. يعني البلاصات المحلولات يعني كتكون وحده الفوق والتحت وهذه كتجينا على شكل كتاب دائما كتجينا على يدينا اليمنى. صافي في هذا الاثناء انا درت ليه دوبل تور يعني بقى ليا تور واحد يعني. وها هي العجينه ديالتنا ان شاء الله غتكون واجده. نعاود نخليها نص هاد المكانه نحطها في بلاستيك غذائي ونخليها نص هاد المكانه في الثلاجه ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. وها حنا رجعنا معكم يعني هذا هو التور الاخر يعني غادي نسرحوها. هذه هي المره الاخيره يعني نسرحوه مازال هاد المره صافي وغادي نحبسو. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا. والشكل النهائي ديال لاباط فيوتي ديالنا اولا العجينه المورقه الصراحه اللي كتجي في لا تيكستور ديالها رائعه وكتورق مزيان. هنا انزومي عليها نقرب غير لكم. هانتوما كي كتجي الصراحه راها كتجي رائعه بزاف يعني كتورق مزيان. كما قلت لكم طلبوها مني اخوات انهم كيخدموا عندهم عمل وكيبغيو يصيبوا شي حاجه
ديال ديورهم، ما كيبغيوش يشريو شي حاجه من على برا. هانتوما لا تيكستور ديالها الصراحه جات واعره، وكنتمنى الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. وهذه كنت درتها حلوه، وهذه درتها مالحه. وبالنسبه علاش انا قطعتها بهذه الطريقه هذه، كنقطعها وكنحتفظ بها في المجمد. يعني كل مره كنهز غير طريف، بغيت نهز طريف اولا بغيت نهز جوج طريفات يعني كنلقاها واجده. هذه درتها مالحه ديال لي شوسون، يعني ما درتهاش بالسكر الصراحه. كنتمنى دائما الوصفات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، وتقدوا هذه تصيبوا منها لي شنيك، تصيبوا منها البتي بان، تصيبوا منها اي حاجه، وفي نفس الوقت تجمدوهم في المجمد. والاخوات اللي خدامين منين يبغيو يمشيو للخدمه اي فوا كيهزوهم في الصباح، ملي كيجيو العشيه كيلقاوهم طلقوا، وفي نفس الوقت اختمروا. وشحال ما اختمر البتي بان ديالنا اولا المملحات بصفه عامه، يعني كتعطينا واحد النتيجه اللي هي رائعه. وكنتمنى الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. الى وصفه مقبله ان شاء الله، وما جيوها مع الاهل والاحباب. وما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير. وكنقول دائما شكرا للاخوات القدامات معنا، وكنقول مرحبا والف مرحبا بالاخوات الجدادات معنا في لاشين. كنقول لهم مرحبا بكم في داركم الثانيه. الى وصفه مقبله ان شاء الله.